مش معنى ان انا نيكون كريتور اني مش هقول لك على الاوبشنات اللي ما عجبتنيش في الكاميرا الزد 6 3. ودي خلاصة تجربتي في خلال ال6 شهور. اولا هي كاميرا اعتماديه جدا وبادي محترم، واستحملت معايا ظروف كتير جدا، من محاجر المنيا لبحيرات الملح في سيوه وفي مصانع وفي ظروف تصوير كتير جدا. طبعا اللي عارفني عارف ان بحب الدايناميك رينج بتاع نيكون في الاوت دور، فده كده كده الدايناميك رينج بتاع نيكون جامد وبتطلع لي فايل رو عظيم. نيجي بقى لاكتر نقطه انا فعلا حبيتها في الكاميرا دي، وهو الفيديو بتاعها. الفيديو بتاعها اتحسن بشكل كبير جدا وبقى ينافس فعلا كاميرات مخصصه للفيديو بس. وفعلا اوبشن ان هي بتصور 4K 60 فريم من غير كروب ده عظيم جدا. وانا الصراحه ما بقتش اشيل اوبشن ال 4K والان لوج من الكاميرا حتى لو انا كنت بصور كونتنت ليا او لكلاينت. وطبعا اوبشن انها بورش ستاج سنسور هينفعك جدا لو انت بتصور حاجات سريعه ومش هيعمل لك رولينج شوت. ونيجي بقى لاكتر كام حاجه انا شخصيا ما عجبتنيش فيها. اول حاجه وهي الجلد بتاع الكاميرا، هو ممكن يقع منك بس هو كده كده هتروح للشركه وهيعملوه لك. حاجه كمان وهي دي ما عجبتنيش انا شخصيا بس هي ممكن ما تفرقش مع ناس كتير، وهي ان الشاشه هي مش الايند مع البادي او مش مستويه مع البادي، فساعات ممكن تضايقني وانا بصور حاجه هاي انجل فما ببقاش شايف منها كويس، او لو انا بصور لو انجل. بس هي الصراحه معموله كويس جدا لو انت بتصور بورتريه بالشكل ده. نيجي بقى لنقطه البطاريه، فهي 2280 ملي امبير، فلو انت جاي من عالم الدي اس ال ار هتحس شويه انها بتخلص بسرعه، وده لان هي فيها اوبشنات كتير جدا بتحتاج البطاريه. بس لو انت عملت زيي وجبت بطاريه تانية فمش هتحس بالمشكله دي. طيب هي من الاخر الكاميرا دي موجهه لمين؟ موجهه للشخص الهايبرد اللي عايز يصور فوتو او فيديو ويشوف كواليتي عظيمه. بس كده، سلام.